السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من حلقات أهل الHR، والنهارده هنتكلم في شرح فصل جديد في قانون العمل وهو تشغيل النساء، يعني الكلام لمين؟ لست الكل، فتخيلي إن هو كموظفة في مصر اتغيرت للأحسن بشكل غير مسبوق، يعني مفيش كلام على الهوا. لأن ده بقانون واضح وصريح بيحميكي. قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 25 جه علشان يسندك ويحميكي ويديكي حقوق كاملة مكملة. في الفيديو ده هشرح لك بالظبط ايه حقوقك دي بكل بساطة عشان تعرفيها وتحافظي عليها وتعرفي ازاي تستفيدي منها. نبتدي بأول وأهم حق ليك وهو المساواة في الأجر. القانون الجديد بيقول لك أجرك لازم يكون زي أجر الراجل بالظبط لو بتعملوا نفس الشغل بنفس القيمة، يعني مفيش أي فرق في المرتبات أو أي مزايا تانية لمجرد إنك ست، بعكس القانون القديم اللي ما كانش موضح ده بطريقة صريحة. دلوقتي العدل بقى أساس التعامل في أي مكان شغل، ودي حاجة مهمة جدا. كمان القانون بيهتم بحمايتك في شغلانات معينة بتكون فيها مخاطر صحية أو مهنية. القانون بيحدد بالظبط إيه هي الأعمال دي اللي ممنوع تشتغل الستات فيها، وده علشان يحمي صحتك كأم عاملة ويبعدك عن أي ضرر محتمل. سلامتك قبل أي حاجة. القانون الجديد بيأكد على النقطة دي وبيركز أكتر على صحة الأم وطفلها. نيجي بقى لأكتر حاجة تهم كل أم عاملة: أجازة الوطن بقت أطول. القانون الجديد بيديك أجازة وضع أجر كامل مدتها 4 شهور كاملين، يعني 120 يوم، وده حقك لو كملت 10 شهور أو أكتر في الشهور، منهم 45 يوم على الأقل لازم يكونوا بعد الولادة علشان تتعافي كويس. الجميل في الموضوع إنك ممكن تاخدي الأجازة دي 3 مرات بس طول خدمتك. زمان في القانون القديم كانت الأجازة 3 شهور ومرتين طوال خدمتك، يعني دلوقتي القانون الجديد زود لك المدة وعدد المرات، وده وقت كافي جدا تتعافي فيه بعد الولادة وتراعي طفلك في أهم الفترة في حياته. لو لا قدر الله حصلت لك ولادة مبكرة أو تعبتي أثناء الحمل والدكتور كتب إن ده فيه خطورة عليكي، الأجازة بتاعتك بتبدأ من تاريخ ما الدكتور بيحدد. الأهم بقى بعد الشهر الخامس من الحمل ساعات الشغل اليومية بتاعتك بتنقص ساعة على الأقل، وممنوع تماما تشتغلي ساعات إضافية طول فترة حمل، وكمان لمدة 6 شهور بعد الولادة، يعني حماية مضاعفة للأم وللطفل. أهم نقطة بقى في حماية الأمومة: ممنوع تماما فصلك من الشغل أثناء فترة حملك ولا أثناء أجازة الوضع بتاعتك، يعني شغلك في أمان تام طول الفترة دي. مفيش قلق إنك تنفصلي علشان أنت حامل أو بتولدي. القانون حمى الموضوع ده بشكل صريح وقوي أكتر من القانون القديم. مفيش شركة تقدر تفصل، لكن لازم نخلي بالنا لو لا قدر الله اشتغلتي عند صاحب عمل تاني وانت في اجازه الوضع دي، القانون بيدي الحق لصاحب عملك الاصلي انه يحرمك من اجر الاجازه دي ويفصلك كمان. فركزوا يا جماعه، الاجازه دي ليكي ولطفلك مش للشغل في مكان تاني. بعد اجازه الوضع بتيجي مرحله الرضاعه، والقانون برضه موفر لك حمايه هنا كويسه. فاي موظفه بترضع طفلها ليها الحق الفترتين راحه من الرضاعه كل فتره نص ساعه على الاقل، والراحتين دول بيتحسبوا من ساعات الشغل العاديه ومن غير ما يتخصم منهم اي فلوس من مرتب. والميزه انك ممكن تجمعيهم وتاخديهم مره واحده لو ده يريحك لحد ما يكمل طفلك سنتين، ودي حاجه مهمه جدا علشان تقدري ترضعي الطفل كويس. نيجي لحق مهم جدا تاني الا وهو اجازه رعايه طفل بدون اجر. الست الموظفه ليها الحق انها تاخد اجازه دي لمدة سنتين على الأقصى لكل مرة، يعني ممكن تاخديها كذا مرة بحد أقصى 3 مرات طول خدمتك في الشغل. وزمان كانت مرتين بس في القانون القديم، دلوقتي زادت مرة كمان، بس بشرط تكوني كملت السنة كاملة في الشغل عند صاحب العمل، والفرق بين الأجازة الأولى والتانية ما يكونش أقل من سنتين، ودي فرصة عظيمة لو عايزة تتفرغي لطفلك فترة كافية من غير ما تخسري وظيفتك الأصلية. كمان القانون راعى الأمهات اللي عندهم تحديات أكبر، زي الأمهات اللي عندهم أطفال من ذوي إعاقة أو الأطفال، ليها الحق في ساعات عمل مرنة أو نظام عمل جزئي أو حتى العمل على بعد علشان يقدروا يراعوا ولادهم بشكل أفضل. ودي مرونة مهمة جدا وما كانتش موجودة في القانون القديم لمراعاة الظروف الخاصة
دي. أما بقى عن مكان الشغل ورعاية الأطفال، هنا بقى في فكرة جديدة وذكية في القانون الجديد حطها، إن هو بيلزم صاحب العمل اللي بيستخدم 100 عاملة وأكثر في مكان واحد إنه يعمل حضانة، أو وده الجديد الشركات اللي في نفس المنطقة يشتركوا في حضانة لو العدد أقل من 100، وبيخلي الشركات المتجاورة كلها تتشارك في توفير حضانة. فأنا شايف إن فرصة هايلة، والأفضل وده رأيي الشخصي ويا ريت يتحقق، إن المناطق اللي فيها تجمعات شركات ومقرات عمل كبيرة زي القرية الذكية في أكتوبر أو القرية التكنولوجية في المعادي تتعاقد هي بنفسها مع حضانات متخصصة على مستوى إن هي تكون ناشونال أو انترناشونال. الحضانة دي بتكون مجهزة على أعلى مستوى، وبتعلم كويس وبتحضر الأطفال للمراحل الدراسية اللي قبل المدرسة، البري سكول. طبعا ده ممكن يخلي ثمن الإيجار لمقرات الشركات يزيد شوية عشان يغطي تكلفة التشغيل دي، بس في المقابل الشركات دي هتبقى مطمنة تماما إن أولاد الموظفات في مكان آمن وقريب منهم وبيتلقوا رعاية وتعليم ممتاز. ده مش بس بيقلل العبء على الشركات، ده كمان هيأثر بالإيجاب على سمعة الشركات دي والمنطقة كلها كبيئة عمل جاذبة ومستقرة. والأهم إنه هيحافظ على الموظفين الكفء وهيقلل معدل التيرن أوفر، وده رأيي ويا ريت تاخدوا بيه. القانون كمان بيديك الحق في انهاء عقد العمل في ظروف معينه، يعني ممكن تنهي عقد شغلك بسبب الجواز او الحمل او الانجاب، مش شرط انك تبلغي صاحب العمل كتابه بالرغبه دي خلال 3 شهور من تاريخ الزواج، او من تاريخ ما الدكتور يقول لك ان انت حامل، او من تاريخ الولاده. والجميل انك لو عملت كده حقوقك كلها كامله ومفيش اي حاجه هتنقص في العقد، فده حق ليكي لازم تاخديه من غير ما تخسري باقي حقوق. ودي نقطة قوية ما كانتش واضحة في القانون اللي فات. ودلوقتي بقى نيجي لدور الشركة وإدارة الموارد البشرية. حابب أقول لكم إن الالتزام بالحقوق دي مش مجرد اختيار، ده التزام قانوني صارم عليه. القانون الجديد واضح جدا في حماية المرأة العاملة، والشركات اللي بتلتزم بالحقوق دي مش بس بتحقق القانون، دي كمان بتحول التحدي لفرصة وممكن يكون مكسب ليها من خلال زيادة ولاء العاملات والاحتفاظ بالكفاءات. فلما الست تحس إن حقها محفوظ ومكان شغلها بيدعمها، أكيد ولا أهل الشركة بيزيد، وده بيخليها تفضل في الشركة ما تبصش على أي فرص تانية. تخيلوا قد إيه تكلفة البحث عن توظيف موظفة جديدة وتدريبها، فالشركة بتوفرها لما تحافظ على الكفاءات الموجودة، وده مكسب كبير على المدى الطويل. كمان تحسين الإنتاجية والكفاءة، إزاي الست المطمنة على حقوقها وعلى مستقبلها ومستقبل أولادها بتشتغل بكفاءة وإنتاجية أعلى. لما الشركة بتوفر بيئة عمل داعمة، الموظفة بتركز أكتر في شغلها وبتنتج أفضل. كمان هتجذب الكفاءات الجديدة. الشركات اللي سمعتها كويسة دعم المرأة بتجذب أحسن المواهب والكفاءات في السوق. المزايا دي بقت عامل أساسي في اختيار الموظفين لمكان شغلهم. كمان الامتثال القانوني وتجنب الخسائر، فهتتجنب المشاكل القانونية والغرامات اللي ممكن تنتج عن عدم الالتزام. فتكلفة الامتثال وتطبيق القانون أقل بكتير من تكلفة المخالفات والدخول بقى في قضايا ممكن تضر بسمعة الشركة وميزانيتها. هنا إدارة الموارد البشرية عليها مسؤولية كبيرة علشان تحول التحديات دي لنجاحات. لازم تتأكدوا إن كل السياسات والإجراءات الداخلية للشركة ماشية بالظبط مع القانون الجديد، يعني تجهيز اللوائح الداخلية وتعديلها علشان تتناسب مع الحقوق الجديدة دي وتكون واضحة لكل الموظفين. توعية كل العاملين إذا كان الإدارة أو الموظفين الحقوق دي كلها وتفاصيلها وإزاي يتم تطبيقها بطريقة صحيحة. تخطيط لإدارة الغياب، وده تحدي مهم. الشركات الذكية بتعمل خطط واضحة علشان تتعامل مع غياب الموظفات في حالة أجازة طويلة، إذا كان وضع أو إجازة رعاية طفل، سواء لتدريب بدائل مؤقتة أو إعادة توزيع مهام مؤقتة. الهدف هو ضمان استمرارية العمل بدون التأثير السلبي على جودة الإنتاج أو الضغط على باقي الموظفين أو الفريق. متابعة تطبيق الحقوق دي بشكل مستمر مع أجازات الوضع لساعات الرضاعة لدور الحضانة وكل ما يخص دعم المرأة العاملة، لضمان إن الشركة بتنفذ القانون وبتوفر بيئة عمل عادلة وداعمة لكل ست عاملة أو موظف. حقوق دلوقتي مش مجرد أمنيات، دي ضمانات قانونية قوية، اعرفيها وما تسيبيهاش ودافعي عنها، لأنك لما تكوني قوية ومطمنة في شغلك ده بيأثر إيجابيا على إنتاجيتك وعلى أسرتك طبعا، وأكيد على المجتمع كله.
مكانك في الشغل محفوظ ومضمون بالقانون. ولو عندكم أي استفسارات في موضوع نظام التشغيل للنساء في قانون العمل الجديد سيبوا لي كومنت تحت الفيديو وهرد عليكم على استفساراتكم كلها إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك شير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي محتاجة تعرف حقوقها، واعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس علشان ما تفوتكوش الحلقات الجاية اللي هنتكلم فيها عن كل حاجة عن قانون العمل الجديد. ويا رب تكونوا استفدتم والسلام عليكم.